إدريس شنو العائلة؟ بن رابح. بن رابح، وأنت رابح إن شاء الله في الدنيا والآخرة إن شاء الله. هو أيضا يدخل الإسلام الحق لأول مرة. طبعا هذه شفتوه في المقطع الأول. هذا شاب مغربي كان على المذهب المالكي والآن دخل في دين الشيعة. عنده اسمه توحيد يعني. أنا في الأول كنت مالكي يعني. الشاب هذا كان على المذهب المالكي أوكي، بس الشيخ هذا الشيعي قال له ضروري ينطق الشهادتين. شهادتين هاي طيب، وكان يصلي ويصوم ووحد. شوفوا المقطع. فقل يا أخي الكريم على بركة الله تعالى: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل. الرجال اسلم نطق الشهادتين. يعني الشهادتين هذا اللي نعرفها احنا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. خلاص لا نطقتها دخلت في الإسلام. طيب في غيره؟ لا لحظة شوفوا شيء يزيد يكمل. وأشهد أن أمير المؤمنين عليا. وأشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله. ولي الله. وأشهد أن فاطمة الزهراء. وأشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين. وأبناءها المعصومين. حجج الله. حجج الله. يا صديقي أنا الذي أعرف والناس كلهم يعرفوا أن الشخص إذا يدخل في الإسلام ينطق شهادتين مش 4 شهادات. يعني تخيلوا لو أن عربي جاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ايش تسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ايش يقول له؟ قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عليا ابن عمي ولي الله وأن فاطمة بنتي حجة الله. يا أخي ما احنا نعرف أن الشهادة سنتين، ما لكم أنتم نأتي توجدين؟ لا وريت والله أن هي الشهادتين من 4 شهادات هذه وبس. لا اسمعوا الشهادة هذه. أشهد أن أبا بكر وعمر. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان. وعثمان. وعائشة وحفصة. وعائشة وحفصة. في النار. في النار. يا صديقي هذه ما هي شهادة دخول الإسلام، هذه شهادة خروج من الإسلام، ما هو الخبر.